رمضان في مسوع يختلف عن بقية المدن في إريتريا، لأن رمضان في مسوع يفوح منه يعني رمضان في مسوع يعني تشعر بأنك أنت في روحانية في كل الأحياء، حياة مدينة مسوع. وأهل مسوع قبل ما يدخل شهر رمضان المبارك من شهر رجب يستعدوا، وأول شيء يشوفوا مساجده، إيش تحتاج المساجد من إصلاح، ما هو المطلوب، هذه الاستعدادات الكاملة. فرمضان في مسوع نحن نستقبله، وأول شيء اللي هو كما أسلفت المساجد، سواء كان في داخل المدينة أو في ضواحيها. وحينما يهل شهر رمضان طبعا يعني نحن كنا نسوم وننتظر مع مصر. كان مفتي إريتريا الشيخ إبراهيم المختار إذا كان ثبت رمضان يتصل بمحافظ مدينة مسوع، والمحافظ يبلغ إدارة الأوقاف، وليلتها يعني تسمع يعني مدفع يطلق يعني كذا طلقات، يعني إشعار بدخول شهر الصوم. وأهل مسوع يعني كان يصلوا التراويح 20 ركعة، مثلها مثل الحرمين الشريفين 20 ركعة، والشفع والوتر 23. ثم بعدها يقرأ القرآن حلقة. نعم، في بعد المساجد يقرؤون القرآن 3 أجزاء في الليلة، وفي بعدهم جزئين. فمسوع يعني هذه الوضعية أو هذه الوصف هذا يعني مو شيء قريب منذ عهد العثماني والعهد الإيطالي، لأن مسوع كان لها قاضي قضاة، وكان لها مفتي. وأول مفتي لمدينة مسوع كمدينة ولسمهر عامة كان السيد أبو بكر عيدروس باعلوي الحبشي، كان أول مفتي لمدينة مسوع. ومن ذريته موجودين أيضا، كان منهم الأستاذ المربي السيد محمد ابن السيد عبد باعلوي الحبشي، بارك الله في أبنائه ورحمه الله. من بعده صار الشيخ عبد الله السراج أبو علامة، هذا من آل أبو علامة، كان مفتي مسوع بعد السيد أبو بكر عيدروس. ثم بعده ابنه كان قاضي قضاة لمدينة مسوع الشيخ محمد نور عبد الله السراج أبو علامة. ثم من بعده ابنه قاضي حامد محمد نور أبو علامة. هذا كان وضع مسوع. فمدينة مسوع يا أخواني يعني نحن نستقبل يعني الطعام، الإفطار في مدينة مسوع معروف، نفطر بالتمر وعصير ليمون، وإذا نحن في شهر الشتاء يعني نفطر بالحليب، ثم الشوربة والسمبوسة. بعدها بعد التراويح الواحد يتعشى فتة وفيها كباب ولحم مقلقل. وإي نعم، هذا طبيعة أهل مسوع. السحور أهل مسوع بعدهم يتسحر رز وسمك، وبعدهم عسيدة مع لبن وعسل. هذا السائل. هناك تلقى دروس كل يوم بعد صلاة الظهر إلى العصر. كان درس في حي من أحياء مدينة مسوع، حي أماتري، كان فيها مولانا وشيخنا المربي الشيخ جعفر الناتي، ومن بعده خليفته ووارث حاله مولانا الشيخ محمد أبا بكر. كان يلقي دروس في اللهم صل على في رياض الصالحين. نعم، بعد صلاة الظهر الناس تأتي أفواج، اللي يجي من عداقة، واللي يجي من حطملو، واللي يجي من داخل مسوع، يعني تشعر بروحانية. فتجلس على هذه الحلقة مع هذا الشيخ المربي وتسمع أحاديث رسول الله لين صلاة العصر. وبعد صلاة العصر الكل ينتشر إلى بيوتهم، اللي يجيب الإفطار وتكون الناس مشغول. حاجة الثانية اللي كانت في داخل مسوع اللي هي يعني موائد إفطار في بيوت. كانت تقام موائد إفطار في بيوت في داخل مسوع، لأنه مسوع هي مدينة وميناء، فالناس تأتي من حرقيقو، واللي تأتي من إمبيرمي، واللي تأتي من حطملو للعمل. نعم، فهناك موائد مبسوطة في بيوت من أهل مسوع، مثل بيت الشيخ أبو بكر با حمدون، ومثل بيت السيد حسن الصافي، ومثل بيت والدنا الشيخ ياسين حسن نائب، ومثل بيت الشيخ صالح مية خير الدين، ومثل بيت الشيخ حسن إدريس كردي، كلهم رحمهم الله كانوا يبسطوا موائد. ومثل بيت شنيتي، هذيلا يرجعوا إلى شخصية قامة كبيرة في مدينة مسوع اللي هو الشيخ طاهر شنيت. نعم، فكانت موائد تبسط، الكل يأتي ويفطر. نعم، وما إذا يعني زي ما نقول إحنا صماط هذا يعني هذا الكلمة متداولة في المجتمع المسوعي. صماط هذا معناها يعني إفطار فيهم
متنوع، فيه سمبوسة وفيه شوربة وفيه فتة وفيه أيضا مخبازة، اي نعم، وفيه الحلا المشبك، يعني مبسوط من كل شيء. الناس تفطر ومن ثم إلى المساجد التراويح وإلى عملهم، لأن طبيعة مصوع هي ميناء، وهؤلاء موظفين في الميناء، فيهم موظفين فيهم عمال، فبيوت أهل مصوع مفتوحة. هذا ناحية ثانية التزاور في شهر رمضان، يكثر التزاور. معناها قصدي التزاور يعني أنت رب الأسرة أو كبير الأسرة، تعمل إفطار تدعو فيه أولاد أخوك وأولاد وأبناء عمومتك وأولاد أختك وأحبابك. هذا كانت سنة حسنة، كان يتبعوها أهل مصوع، فكانوا يعملوا إفطار ويدعو فيه أحبابهم وأخوانهم وأقربائهم، تدعوهم تقول له يا أخي يا أبو فلان بكرة إفطار عندي. نعم، هذا كانت طبيعة أهل مصوع، وهذا هو رمضان في مصوع. أيضا في شهر رمضان كان التزاور، تزور خالك، تزور أختك، تزور ابن عمك، تزور عمك. بعدين أيضا الحريم يسمروا في حاجة اسمها سمر، يعني زوجتك توديها على بيت أخوك أو بيت والدها، أو أمك تجيبها على بيت أخوها. نعم يسمروا. والبنات كانوا بيجهزوا في شهر رمضان، كل واحدة بتعمل لها طاقية كوفية، نعم باليد، ويعملوا مناديل كده فيه رسومات، يعني تطريز. يعني التطريز دخل في مصوع يمكن قبل كم أقول لك، أنا عمري الآن 65 سنة، كنت بشوف وقت بيطرزوا، بيعملوا مخدات، تدبيسة بتاع المخدة بيطرزوها تطريز باليد وألوان مختلفة. أيضا الشراشف يطرز أطرافه، بيشتغلوا بالليل. بعدين تجي أنت وتأخذ أختك وتأخذ والدتك وتأخذ زوجتك إلى البيت قريب السحور، أو أحيانا منهم يقول لك لا لازم السحور عندنا، يحلف تتصحى. هذا الشيء التطريز هذا اللي ذكرته أنا للعيد، استعداد العيد. يعني تشوف أنت يوم 20 في رمضان، العشر الأواخر، بنتك أو أختك تجيب لك هدية، تجيب لك شرشف بتاع سرير مطرز ومخدة مطرزة ومنديل مطرز وطاقية. أي نعم، كنا نسميها طاقية سناري. هكذا كانت مصور.